طجاجة نورة الكويتية، يا ترى ايه اللي حصل معاها وخلاها تبطل غنى بل وكمان تعتزل الغنى هي وفرقتها؟ ما هو معلش مفيش حد ياخد قرار زي ده الا لو في حاجة غامضة حصلت معاه. قبل ما ندخل في اي تفاصيل، انا عارف ان القصة قديمة ومليون حد اتكلم عنها قبل كده، بس انا حبيت ان انا اتكلم واشارك القصة من جديد بحيث ان القصة تتصدر للناس الجديدة اللي ما كانتش تعرف اول مرة تدخل على يوتيوب. في البداية حابب اعرفكم بنفسي، انا احمد شكر ودي قناتي فانتوم، هتلاقي عليها كل قصص وحكايات الرعب اللي تحب تسمعها. لو انت اول مرة تشوفني فاكيد اشتراك في القناه هيكون سبورت مي كبير ليا، خصوصا ان كمان يعني فاضل حاجه بسيطه ونكمل ال1000 مشترك ان شاء الله، يبقوا 10000 و100000 ومليون واكتر واكتر كمان، لان واثق في ربنا ثم في اخواتي وحبايبي اللي واقفين جنبي من البدايه. فاعمل دلوقتي سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. بيصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، وندخل في تفاصيل قصتنا. نورة الطجاجة في الجيل بتاعها كانت أشهر واحدة مشهورة بالغنى هي وفرقتها، وكان لما حد يحب يحيي أي مناسبة عنده كان على طول يتجه إن هو يكلم نورة. وكمان كانت مشهورة في دول كتير في العالم وخاصة في دولتها الأساسية الكويت. ومع الرغم من كل الشهرة والصيت اللي هي وصلت له إلا إنها بطلت تغني، لا وكمان اعتزلت الغنى نهائيا. كمان طلعت في لقاء تلفزيوني ووضحت بالظبط إيه اللي حصل معاها وإيه سبب اعتزالها. وقالت نورة إن في يوم أجازتها تليفونها رن، وإن في واحدة كلمتها وقالت لها ان بنتها الوحيده بتتجوز وعايزينك يا نوره تيجي في الفرح بتاعها لان بنتي طالباكي بالاسم. طبعا نوره رفضت وقالت لها مش هينفع انزل الشغل لان ده اليوم الوحيد اللي بناخده اجازه من شغل طول الاسبوع. بس العروسه ما سكتتش وفضلت تلح على نوره لحد ما في الاخر نوره وافقت انها تنزل الفرح، وده كله بس عشان ما تكسرش بخاطر البنت. واخدت منها الميعاد اللي المفروض هتروح فيه بالتحديد الساعه 10 في منطقه في الكويت اسمها الصباحيه، واتفقت معاها على اجرها كان حوالي 500 دينار. والكلام ده ايام الثمانينات والتسعينات، كانوا ال 500 دينار دول مبلغ ضخم جدا. المهم نوره كلمت الفرقه بتاعتها اللي هم حوالي 8 بنات واستاذنتهم ان هم هينزلوا في اليوم ده بالذات يوم الاجازه، لان الست صعبت عليها وكمان بنتها طلبانه احنا بالذات بالاسم. وفعلا الفرقه كلها اتجمعت ووافقت وكلهم خلاص متجهين رايحين على البيت. بس وهم في الطريق نوره كانت بتقول انها حاسه ان قلبها مقبوض، بس من ايه ما تعرفش. وكمان كانت حاسه بتأنيب ضمير وحاسه انها اخدت قرار غلط في انها تنزل فرح في اليوم ده بالذات، بس عشان شهرتها ونجوميتها اللي هي وصلت لها ما كانش ينفع انها تخلف كلمتها. ووصلت نوره هي وفرقتها المكان الساعه 9 بالليل، يعني قبل الميعاد اللي اتفقوا عليه بساعه. والبيت اللي وصلوا ليه تقريبا كان عامل زي القصر، وكان من افخم البيوت في الوقت ده. وحتى المعازيم اللي كانوا موجودين في الفرح ما كانش باين عليهم انهم ناس عاديين، لا ده كان باين عليهم العز جدا. مع الرغم من كل الحاجات العاديه اللي نوره شافتها دي، لان كان جواها احساس مش مطمنه وحاسه ان في حاجه غلط. نوره بتحكي وتقول ان الست اللي جات استقبلتها كانت ام العروسه، وان كان شكلها ولبسها غريب جدا، وكانت لابسه فستان اسود وشكلها ضخم جدا. ولما سلمت عليها حست انها زي ما يكون كانت ماسكه حاجه صلبه في ايديها، وان ده مش جلد عادي زي البشر. بس نوره رغم الشكوك اللي دايره جواها قالت عادي جدا، يعني ده ست كبيره ووارد ان يكون ملمس بشرتها بالشكل ده عشان هي كبيره في السن. وبعد كده الست اخدت نوره والفرقه على الاوضه اللي هيرتاحوا فيها. بس ما عداش 5 دقايق وباب الاوضه خبط. لما فتحوا الباب لقوا شويه بنات واقفين بره عايزين يسلموا على نوره والفرقه. بس بعد ما سلموا ومشوا هنا كان بدأ الشك. في بنت من الفرقه كان اسمها شمس، كانت بتقول لنوره واصحابها في الفرقه انتوا اكيد شفتوا اللي انا شفته وحسيتوا زي اللي انا حسيته بالظبط. هما ليه ايديهم كانت خشنه كده؟ لا وكمان وشهم كان عامل زي الحجاره. هو اكيد في حاجه مش طبيعيه واحنا لازم نمشي من هنا فورا. بس نوره كانت واخده بالها كويس من كل حاجه بتحصل قدامها، وكمان كانت واثقه ان كل الكلام اللي قالته شمس كان صح. ومع الرغم من ده كله الا انها كانت بتكذب نفسها وما كانتش بتبين اي حاجه للفرقه وتبين لهم ان هي خايفه عشان يطمنوا. وفي نفس الوقت نوره كانت بتبقى خايفه على البنات اللي معاها لان البنات دول كانوا مسؤوليه منها. وفي نفس الوقت برضه نوره لو كان بان عليها الخوف بنسبه 1% كانت البنات مش هترضى تقعد في المكان وهتعوز تمشي على طول. الساعه دلوقتي دقت 10 بالظبط. راحت نوره واخدت البنات وخرجت من الاوضه عشان تبدا الحفله. بس اللي كان غريب كمان في الموضوع ان العريس والعروسه كانوا لابسين لبس غريب جدا، يعني مش زي اي عرايس. يعني العريس كان لابس زي الناس في عصر العثمانيين زمان، والعروسه كانت لابسه فستان اسود هي كمان بس كان كله مرصع بالالماس. نوره ما اهتمتش بكل الكلام ده وبدات تغني عادي لحد ما اول فقره خلصت. المفروض ان ما بين كل فقره والتانيه الفرقه بتطلع تريح شويه، وفعلا خلصوا
اول فقره وطلعوا الاوضه عشان يستريحوا، بس نورا كانت حاسه انها دايخه شويه ومحتاجه تريح في مكان هادي بعيدا عن الفرقه، فقررت انها تطلع الدور التاني اللي موجود في البيت. ونورا لما طلعت هنا كانت الصدمه، وهي ان الدور اللي فوق كان مهجور والتراب مغطيه من كل ناحيه، اكن ما كانش فيه اي حد بيقرب ناحيه الدور ده نهائي. نورا وقتها استغربت جدا اللي هو ازاي بيت بالفخامه دي وفي مقام قصر يكون فيه دور بالشكل ده، بس هي من كتر التعب والتفكير ما فكرتش في اي حاجه وراحت على اول اوضه قابلتها، وفتحت الباب ولقت سرير، بس السرير كان متبهدل ومغطيه التراب هو كمان. نورا من كتر التعب النوم غلبها، ومجرد ما مددت جسمها على السرير راحت في النوم على طول. وبعدها حلمت بكابوس فظيع جدا لأبعد الحدود، حلمت بان في واحده ضخمه ولابسه اسود وبتزعق وبتجري وراها بشكل مرعب وعاوزه تمسكها، بس بعدها صحيت من النوم مفزوعه واخدت بعضها وجريت على الباب عشان تفتح وتنزل تحت لأوضة الفرقه، بس تتفاجئ ان أكرة الباب مش عايزه تفتح، وبعد محاولات كتير منها من انها تفتح الباب فعلا فتح معاها. بتتفاجئ اكتر ان الست اللي شافتها في الكابوس واقفه قدامها قدام الباب، ونورا من الصدمه كانت مفكره نفسها انها بتحلم، وغمضت عينيها لمده ثواني وفتحت تاني لقت الست اختفت في لمح البصر. وبعدين فضلت دقيقه واقفه متثبته في مكانها بتستوعب اللي حصل واللي شافته، ولسه نازله بتجري على تحت لمحت طفل صغير واقف في اخر الطرقه عند البلكونه، فنورا راحت عليه عشان تشوفه مفكراه ابن حد من المعازيم، بس الولد سابها وطلع يجري على الدور التالت. نورا طبعا قلبها ما طوعهاش انها تسيب الولد عشان خايفه عليه وطلعت وراه، واول ما طلعت اتفاجئت برضه ان الدور التالت مهجور زي الدور التاني بالظبط، والطفل الصغير اللي طلعت وراه اختفى وما كانتش لاقياه، بس هو كان بيضحك وهي سامعه صوت ضحكته، بس ما كانتش عارفه تميز الصوت جاي منين بالظبط. بس بعديها راح ظاهر لها تاني في اخر الطرقه برضه وراح داخل اوضه من الاوض اللي موجودين جنبه، بس نورا برضه ما سكتتش وجريت وراه عشان تنزله تحت معاه، بس بعد محاولات كتير منها انها تفتح الباب عليه وما عرفتش، قالت انها هتنزل تنادي اي حد من اللي تحت ويطلع له هو، ولسه بتضير وشها عشان تنزل على تحت لقيت حاجه مكلبشه في رجلها جامد، وكانت شاله حركتها نهائي، وكمان كان في صوت همسات في ودنها، وكان حد بيقول لها غني انا بحب اسمعك وانت بتغني، فردت عليه وسالته انت مين، وهو كان بيردد نفس الجمله غني انا بحب اسمعك وانت بتغني، ولما قالت له انها خايفه قال لها ما تخافيش بس غني وانا مش هاذيكي، بس هي ما سمعتش كلامه، وبعد محاولات كتير من انها تفلت رجلها منه فلتت ونزلت جري على اوضه الفرقه، وبعد ما دخلت الاوضه لقت البنت شمس اللي معاها في الفرقه منهاره في العياط، ولما سالتها في ايه مالك قالت لها انا قلقت عليكي لما لقيتك اتاخرتي، ولما سالت عليكي قالوا لي انك موجوده في الدور الثاني، ولما طلعت فوق اتفاجئت ان الدور كله مهجور، كمان كان في رسومات بشعه لاشكال مرعبه منحوته على الجدران، لحد ما شفت حد في اخر الطرقه لابس اسود بس ملامحه مش باين، وكنت عماله بنسحب وبنجذب ليه غصب عني، اول ما قربت منه لقيته شكله مرعب بطريقه لا توصف، فاتفزعت وقعدت اعيط، واول ما غمضت عينيا من الخوف وفتحت تاني في وقتها لقيته اختفى على طول، فاخدت بعض وجريت ونزلت على تحت هنا. نورا احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي، واظن كل حاجه بقت واضحه وباينه، بس نورا كل اللي كانت بتعمله بتحاول تهدي فيها وتقول لها خلاص احنا قربنا نخلص ونمشي، احنا نخلص الشغل بتاعنا وناخد بعضنا ونمشي على طول، ويلا جهزوا نفسكم عشان هننزل نقدم الفقره الاخيره وبعدها نتوكل على الله. وانا دومي هي طلع بقايد الغزلان، وفعلا نزلوا يقدموا الفقره الاخيره، واول ما بداوا يغنوا المعازيم كانت بترقص بطريقه هستيريه، وبالذات لما الساعه دقت 12، وكمان عدد المعازيم كان في تزايد غير محدود، ومن كتر الرقص والتنطيط اللي كانوا فيه الارض كانت بتتهز بينا، وكمان كان صوتهم كان بيعلى اكتر من المزيكا والفرقه، ومن كتر الحماس اللي كانوا فيه وهم بيرقصوا الفساتين اترفعت لفوق، وتتفاجئ الفرقه ان رجليهم مش زي رجول البني ادمين، لا دي رجول زي رجول المواشي، واول ما شافوا المنظر ده قدامهم عينيهم كانت مليانه بالفزع ومش عارفين يعملوا ايه، بس نورا نظراتها ليهم كانت انهم يكملوا وما يبطلوش غنى حتى لو هيقولوا اي كلام، بس شمس ما قدرتش تستحمل اللي بيحصل ده واغمى عليها على طول، وراحوا شايلينها وطالعين بها لفوق عشان يفوقوها، وشمس لما فاقت قالت لهم انتوا شفتوا احنا بنغني لمين؟ احنا مش بنغني البشر، احنا بنغني الجن، احنا ما ينفعش نقعد هنا اكتر من كده ولازم نمشي حالا. نورا قالت لها ما تقلقيش وانا عرفت كل
حاجه. وبكده احنا اتاكدنا يا اما هم دول يا جن يا شياطين، بس احنا مش هينفع نمشي عشان محدش ياخد باله، ولازم نكمل لحد اذان الفجر عشان ما يأذوناش. وفعلا نزلوا من تاني عشان يكملوا غنى، ونورا لاحظت ان المعازيم جابوا آلة شبيهة لشكل الكف وكان عليها كلام كتير كده زي طلاسم. بدأوا المعازيم كلهم يرددوا كلام في صوت واحد محدش فاهمه غيرهم. وفي وسط ما كانوا بيعملوا كده ملامح وشهم بدأت تتغير وترجع على طبيعتها، وبدأوا يظهروا بوشهم الحقيقي، وكان شكلهم مرعب جدا لأبعد درجة انت ممكن تتخيلها. والمشكلة زادت اكتر واكتر لما قعدتهم بدأت تزيد لحد ما بقوا عاملين دايرة ومحوطين الفرقة، وفضلوا على الحال ده لحد اذان الفجر. واول ما الفجر اذن كل حاجه اختفت خالص، ما كانش فيه اي صوت خالص وكأن شيئا لم يكن. نورا راحت وقالت لكل اللي معاها يلا نخرج من هنا بسرعه قبل ما اي حاجه تحصل من تاني. وفعلا سابوا كل الالات والمعدات اللي معاهم في البيت وخرجوا بسرعه. وهم خارجين من البيت وماشيين في الطريق قابلوا راجل عجوز وكانوا خايفين من بعض لانهم كانوا مفكرين ان الراجل العجوز منهم والراجل العجوز كان مفكرهم انهم منه. الراجل العجوز متقدم وسالهم انتم مين وايه اللي جابكم هنا. فلما اطمنوا لبعض حكوا له اللي حصل معاهم، قال لهم ان البيت ده مهجور بقاله سنين كتير قوي، وان اصحاب البيت ده سابوه من 10 سنين لما عرفوا ان الجن سكن، وان محدش كان بيقرب من البيت ده خالص لان الكل عارف اللي بيحصل فيه. وفي الوقت ده اتاكدوا 100% انهم كانوا بيغنوا للجن. ومن بعد الحادثه دي نورا والفرقه بتاعتها قرروا انهم يبطلوا يغنوا نهائي، لا وكمان يعتزلوا الغنى وما يرجعوش ليه من تاني. القصه فضلت تنتشر في الكويت كلها لحد ما العالم كله عرف بيه. بس كده وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. متنساش تعمل لايك وكومنت لان ده بيفرق معايا جدا، وكمان اعمل شير مع صاحبك اللي بيحب يسمع قصص الرعب وخاصة قصة نورا الطجاجة. بس كده واشوفكم في فيديو جديد. سلام.